مساء العسل عليكم او صباح العسل على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. فيديو على السريع كالعاده، بس في كلمتين انا اتسالت عليهم كتير قوي، فكان لازم ان انا اقولهم في فيديو لعل وعسى مش اللي سالني بس يستفيد، اي حد يسمع الفيديو يستفيد. لما نزلت الفيديو بتاع الحلل اللي استانلس بتكويناتها المختلفه ببرانداتها المختلفه، اتسالت اسئله متكرره: ايه هو احسن طقم استانلس؟ ايه هو التكوين المناسب للطقم استانلس، اللي هو التكوين يعني ايه التكوين اللي هو هستفاد بكل قطعه؟ تمام. ايه هو البراند الكويس للطقم الستانلس؟ وسؤال بقى متكرر كتير: طقم الكركماز بكام؟ تمام، على اعتبار ان الناس بتقول وتردد مع بعضها الكركماز احلى حاجه، الكركماز مش عارفه ايه. اول حاجه هقولها: ما ينفعش اقول على طقم هو احسن حاجه، لا، انا اعرف المعايير الصحيه للطقم، اعرف اختار الطقم على اساس ايه، وبعد كده اجيب البراند المناسب معايا والتكوين المناسب معايا. طب وانا بختار طقم ستانلس، ايه هي الحاجه اللي احطها في دماغي وانا راح اختار طقم ستانلس، بحيث لما ادخل على اي محل ابقى انا اللي فاهمه مش صاحب المحل اللي بيوجهني؟ اول حاجه تكون الحله تقيله. هات لي يا عبد الرحمن، هات لي حله. الحله تقيله. هات مثلا الحله البومبي، هات الحله البومبي بتاعت البونير عشان انا بحب البتاع بتاعها العميق. الحله تقيله، القاعده عريضه، ويكون 18 على 10. طب قبلها اي حاجه، 18 على 10 يعني ايه؟ يعني نسبه النيكل والكروم عاليه، نسبه الحديد قليله، مش هيصدي على المغناطيس زي ما بيقولوا. طيب هات لي بقى من هنا كده الحله التقيله، ده لما تيجي تشتغله الحله تقيله، القاعده عريضه اهو، سمك امسك حاجه، سمك الحله اهو، سمك القاعده نفسه عريض جدا. حط على النار 10 20 سنه زي ما انت عايز تقول، ما تتاكلش من النار، لان كان في زمان حلل ما فيش فيها الارضيه دي تتاكل من النار. الحله اللي انا بحبها بصراحه لما بيبقى الحله بومبي، في اي طقم الحله البومبي انا بحبها، لان العمق بتاعها بيدي مساحه اكبر من الحله نفسها. الحله البومبي ده على فكره في الطقم البونيره، وده الحله مقاس 28، ده الحله المقاس 28. زود على مقاسها بقى في البومبي عن الصب كانه نص حله زياده. هات لي حله صب كده عشان اوريهم الفرق ما بين البومبي والصب. ده اول اختلاف، انك انت بتختار الحاجه اللي هو القاعده عريضه، حله تقيله، 18 على 10. بعد كده بختار الاطقم التكوين المناسب معايا. انا بحب التكوينات لو السعر الماركه هتزيد من سعر الطقم، يبقى اختار الحلل اهم حاجه عندي. وهات اللبانه وهات المقلايه وهات الكنك وهات البراد، هاتهم فردي براحتك. ده الكركماز، ده الكركماز الحله الصب، ده الكركماز الحله الصب. في بعد كده بيفرق السعر على حسب اليد ستانلس ولا يد خشبيه، بتفرق برضه على حسب اليد الخشبيه. اليد الخشبيه سعرها في الحلل بيبقى اقل من سعر اليد الستانلس، الا ان لو جوده الطقم والماتيريال بتاعه كويس والسعر هيناسبك ما منوش ضرر. اهم حاجه عندي الحله. اليد الخشبيه بس بتفرق لو النار زادت شويه بيبقى فيه مشكله، انما الحله نفسها طالما كويسه يعني ايه مفيش مشاكل. فكده عرفنا ان الفرق ما بين الاطقم الستانلس بتبقى على حسب البراند، بتبقى على حسب التكوين، بتبقى على حسب شكل الحله بومبي ولا صب، بتبقى على حسب اليد ستانلس ولا خشبيه. نيجي بعد كده لطقم الكركماز، سعره كام؟ ما ينفعش انت تدخل في محل وتقول له سعر طقم الكركماز كام، لان طقم الكركماز منه تكوينات مختلفه ومنه اشكال للحلل مختلفه. احسن تكوين لطقم الكركماز اللي هو 5 حله والمقلايه، وتكون اكبر حله مقاس 28، لان في تكوينات تانية بيكون اللي هم 5 حله وكسرولة ومقلايه بيكون سعره 8 وشويه في الاخر، وفي نفس الوقت القطع بتاعته انت ممكن لو جبتها فردي يبقى ايه هيوفر معاك في السعر. وفي تكوينات تانية في طقم الكركماز بيكون 4 بتاع 5 حله، بس اكبر حله مقاس 26 في الفاضي، لان انا احب لما اشتري طقم استانلس تكون اكبر حله مقاس 28. وفي تكوينات في طقم الكركماز بتبقى الحله البومبي، وفي تكوينات بتبقى الحله الصب. فاحسن تكوين في طقم الكركماز اللي بتكون ال5 حله والمقلايه. الحله صب بيكون سعره حلو قوي. عندنا بكام؟ اللي هو 5 حله ومقلايه واكبر حله مقاس 28، لا 700. تمام. ده احسن تكوين في الكركماز. بعد كده الماركات المعتمده اللي الكل يقول لك يعني ايه معتمده،
يعني حاصله على شهاده الجوده العالميه، يعني متوفر فيها كل المعايير الصحيه للطقم الاستانلس. بتبقى الكركماز، الاوكسفورد، الفيولا، اوكسفورد، الفيفالدي، البونيرا، اللينز، كل دي ماركات استانلس معتمده. اي حاجه فيها كويسه، اختار المناسب معاك على حسب السعر، على حسب التكوين، على حسب شكل الحله، على حسب شكل اليد. كل دول كويسين، واي حاجه فيهم طالما انت جبتها تعيش معاك عمر كامل. دمتم بكل خير، دمتم عيلة الكبير.